هو فعلا كلمة تيك معناها يأخذ؟ يعني الأجانب فعلا بيستخدموها بالمعنى ده؟ ولا هل لها معاني ثانية؟ السلام عليكم، معكم إبراهيم الشرقاوي، وجبت لكم سلسلة جديدة كلمة واحدة ومعاني كتير. لو عايز تستخدم الكلمات زي الأجانب يلا بينا. تيك يأخذ خدناها من ابتدائي ودرسناها وتعلمناها كده في ابتدائي واعدادي وثانوي، ولكن النهارده معانا أكتر من معنى لنفس الكلمة. تابع معانا. واحد، تيك بمعنى accept، يقبل أو يوافق على شيء. فأقول مثلا do you take credit cards here؟ do you take credit cards here؟ اتنين، take بمعنى carry أو hold، اللي هو can you take my bag until I open the door؟ تلاتة، take بمعنى go with، اللي هو تاخد حد توديه مكان، فممكن أقول مثلا إيه can you take the kids to the zoo؟ أربعة، take بمعنى take transportation، اللي هي travel، حاجة زي يسافر أو يركب مواصلات، فيقول لك علي takes the bus، محمد takes the train. خمسة، take بمعنى need، اللي هو يقول لك إيه this needs a lot of nerve. ستة، take بمعنى understand، اللي هو مثلا يفهم بطريقة معينة، فنقول مثلا ايه he took me the wrong way. ودي كانت معاني مختلفة لكلمة تيك. لو عندك أي كلمة تانية عايز تعرفها سيبها لنا في الكومنتس. ومن هنا ورايح لما تيجي تستخدم تيك خلي بالك من المعاني دي كويس. ما تنساش تتابعنا عشان تستفاد من كل مواد جديد في اللغة الإنجليزية. هذا وجزانا وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم.